السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جاي أسوي طريقة الدولمة. الدولمة مالتها هاي عندنا البصل والفلفل والباذنجان والشجر. هاي المواد كلها راح أخليها أحفرها وأخليها. وراح عندها مالتين السلق والباقلة وهاي البهارات. اعطينا أبو محمد البهارات اللي زحنا عليه. أبو محمد جايبهم. هاي عندي خاشوقة كوب هيل، وعندي خاشوقة كوب فلفل أسود، وخاشوقة شاي كارو، وخاشوقة شاي فلفل أحمر حار، وخاشوقة شاي كزبرة. ما هم مطلوب بالتوضيح. عندي هنا خاشوقة شاي كزبرة، خاشوقة شاي كاري، ملعقة شاي فلفل حار، ملعقة كوب فلفل أسود. يعني أبو محمد جاي يسوي لايف. هاي عندي ملعقة كوب هيك. هاي الشغلات اللي نحتاجهن البهارات للدولمة. وهنا عندي دبس الرمان، والشبنج حماتين، وعندي معجون ثوم مندوزي والمعدنوس. هاي انا ما افور البصل مثل ما ذكرت هسه. انا هيك هاي طريقتي، اوخر هاي من فوق واقصه منها هيجي على النص، مو للاخير على النص، وابدا افتحه على راحتي، مو بقوه، على راحتي، يعني بس اطلع القلب. هذا هم مثلهم ولا اخليهم مثل السلطان؟ لا هاي اريدهن. يلا راح افهم. يلا كيف كنت بعد اهماتين الفلفل، الفلفل انا ما فتحه الاخير، هيك نص فتحه واطلع اللي بداخله. انا الخضروات كلها غاسلتها ومجهزتها. وهاي الخضروات كلها هسه موجودة تشوفونها من الحديقة مالتنا، يعني ما مشتغلة بس البصل، حتى هاي الباقلة من الحديقة. ابو محمد منزل طريقة الزراعة اللي يحب يتابع. اي للزراعة. اي ونصير بسبب المطر والصيف ما عندنا لازم. يا الله يا الله. طبعا ان شاء الله اذا الله خلانا من اهل باكر يجوز نبث السوشي. يعني اقول لا تستغربون شكل الباذنجان لان هذا من حديقتنا. هو هذا شكله، هو شكله هيك، يعني نوعيته هي هاي، البذور مالته هي هاي هيك طلعت. ان شاء الله بعد بس شوي يتفرجوا، لان شفت مزهره اصور لهم تصوير من يم الحديقه. انا هنا خليت ابو محمد يثرم البصل والثوم وفلفل. ثرمت وحده؟ لا بعد مطيته. اي وفلفل وحده بوتيتا او بطاطا، يعني الاخوة العرب ما يسموها بوتيتا ترى، بس احنا نسميها بوتيتا بالعراق. اي بطاطا، بس احنا نسمي تمن. اي كلها رز. بس هسه تعلموا على التمن. التمن معناته شو اسمه؟ الكويتيين يسمونه العيش. ايه الخليج كله اغلبيته. نظري بس الكويت. لا فقط الخليج كله.
الباذنجان الواحد تقريبا صارت 4 قطع. 4؟ اي. تعرفين أصرف من الباذنجان العادي؟ طبعا. أفضل؟ شكلها ناعم. نازل. شكلها ناعم ذيك، لا متين ولا. هاي الباذنجان الوحدة طلعت منها تقريبا 4 قطع إلى 5. الله بسم الله. هاي اللي زارع حنا أبو محمد صار شهر سبحان الله. هاي الباذنجان أقول وحدة صار 4 قطع أو 5. حتى الشجر عندنا زارع نوعين، هذا نوع ذاك 3 أنواع أصفر وهذا نوع. بس ذاك ما طلع. اي. الألماني الأخضر اللي يصير مثل الخيار. اي. هو الطيبة بالدومة هو ترى الشبنت فيها طعم، تعرف؟ اي. انا ما اضيف هواي بهارات عليها، ما اضيف بهارات عليها السبب يضيع طعم الدومة كله. انا ما جاي اسوي برياني، جاي اسوي دومة، يعني لازم تبقى نكهة اللحم بارزة والخضروات نكهتها تبقى بارزة. من اضيف البهارات اضيف شي يعني كلش قليل. على خاشوقة شاي، خاشوقة شاي مو أكثر، ما عدا الهيل والفلفل الأسود. الفلفل الأسود أضيفه خاشوقة كوب هيل المطحون. نكملناها. بعد أثرم البوتيتا كاملة لو وحدة أثرمها. هاي تحكي إياها. وين؟ هاي بدي أحفظها. ليش ما أخذ هذه الزغيرة؟ لا بدي أحفظها هاي. باليوتيوب بعد ما أجهز المواد كلها أثرمها وأجهزها أرجع لكم. اليوتيوب اللي يحب يتابع عنها وسهلا. هاي هنا راح أضيف الزيت. هسه هذا الزيت. عاشتي. شفتي حطيتيه وتقول لي لا عاشتي. هذا الزيت. اي بس قلت هذا الزيت، عاشتي ده علينا. ما قلت عاشتي لك. الحكاية. اي طبعا. على كل شيء. لا والله. هسه راح اخلي بصل. بصل قطع طوال. هيك اثر ما هيك. اعطيني اسوي لا ما يحتاج. هسه اخلي اللحم. بسم الله. ليش مو الباقي اللي؟ هم اخلي الباقي. اي لا جو فوقها اللحم. ماشي احسن. ها؟ ليش؟ اها. هم راح تصير الباقي لو وياها. ممتاز. اعطيني هذا ملح راح ارشن شوي على اللحم. خليه كلش ملح. وشوي مندوز، اعطيني مندوزين. مندوز ما اعرفه ملح الليمون. ملح الليمون. جيت اقول لحم اللحم. اللحم ببالي. لا ارش على اللحم شوي حتى يطلع حموضه. طبعا هو مكتوب لي مندوزي بس مكتوب لي ملح. اي حتى غلطتني. ملح الليمون. هاي عندها هماتين الباقي، هاي هماتين طبعا حديقتنا. مال هالسنه لو مال العام؟ اي مال هالسنه. طبعا زرعت العام تقريبا كيلو، طلع لي خير من الله ما يقارب. بس شو نسوي؟ بعد ما رشينا الباقي اللي شو اسمه؟ واللحم؟ اي. هاي العضد مال السلق اخذه اخليه هنا عليه.
يعني ابلش اذا كان بلش. عرفت. شوفوا هذا السلق يصير نوع الماني احمر. احمر واكو اصفر. اكو اصفر. بس بقى كله زرع ابو محمد. كله صغير بعده مو إيه. ما كبران. ما جبته. الكبير بس ما هيك بالنص. هو بالطبخ هاي. انا بناتي يحبن هذا العضد مال السلق. هذا هو اليوز. انا كل هذا غسلته وجهزته. لا تنسون اللايك واشتراك وتفعيل الجرس. صدق اي بعد ابوها زفوره. يا ريت تشيرون الفيديو ورحمة الله والديكم انتم ممنونين. ما نعرف جدة العالم كل ساعة تكررها مال بلكي تشيرون وتكبسون. كافي. كافي؟ هسه ارجع ارشن شوي ملح على هاي الوجبة. شوي حامض الليمون حمامتين حتى ينطح موضة. نشوف كامل هاي هسه احنا نوخر هذا ما نحتاجه نجيب هاي هنا الخضروات كلها البطاطا والكوسة والبصل والشبنت او الذبح الحفرنا. والكزبرة الخضرة هماتين كله قطعناه بهاي الشكل. هنا ام حمود اضافة التمن او الرز على الحشوة. غسلته وضفته. بعد نديها هسه ما ضايفه البهارات، المعجون، الشبنت حمار. انت خليته فريش مو؟ ها؟ اي خليته فريش. قرب يا هنا خليها. هذه؟ أوب. هاي بعد ما نحتاج نقطع عليها غير. هنا حمار. ها؟ هيجي. انا اوضح هنا على التيك توك. هسه اضيف عندي هنا هاي ملعقة كوب صغيرة كاري وملعقة كوب فلفل اسود او هي شاي انا اقصد عفوا ملعقة شاي كارو وملعقة شاي كزبرة ناشفة وملعقة شاي نص ملعقة شاي فلفل حار وملعقة كوب فلفل اسود. انا ما احب اضيف هواي بهارات حتى لا يضيع طعم الدولمة. وعندي هنا ملعقة كوب هيل. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا اضيف الدم او الشبنت. هي طيبة الدولمة بالدم. الشبنت. الشبنت بالعناقب. وهنا عندي دبس الرمان هماتين. هنا قربي حمي. هو دبس واضح. الرمان إيه، واضح. دبس الرمان. إيه. نفتحها ونصب. دبس الرمان يعطيها شلون نقول حموضة وحلاوة اثنينهم. نخلي خاشوقة أكل ملح كبس. وما نحتاج بعد حتى نص يعني قد الحشوة. نخلي خاشوقة ونص بالبداية وبعدين نذوق. عندي هنا ملح الليمون أو المندوزي بالعراقي وينه؟ أضيف تقريبا أطلها الخاشوقة البيضاء لا هاي يعني ملعقة كوب ملح الليمون وأشوف أنا إذا أحتاج أو أكثر هماتين تقريبا خاشوقتين. خشوقتين لو ملحقتين. ملعقتين. يعني. هسه أضيف المعجون. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يحبون لونها أحمر فأكثر من المعجون أضيف هاي الخاشوقات. هسه أخلطها وشوف تحتاج حامض أضيف حامض. تحتاج ملح أضيف ملح. أنا ما ثرم الطماطم ما يحبون الطماطم بس اللي يحب يثرم الطماطم يثرم.
السلق يصير لي فوق، السلق ما ياخذ وقت، انا هنا امسحها بالحامض الليمون او المندوزي. الطبق حسب الحجم. والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اجيت اكمل وياكم الدولمة، هاي ثاني يوم الظهر، ساعة تقريبا بالوحدة هسه. عندي هنا هاي تقريبا لتر مي، لان انا كمية الدولمة هواي، ومعجون، كل اللي احتاجه معجون وحامض الليمون وملح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المي اذا اشوف انها تستوي بعدين اقدر اوخر من عنده. خلي من المي بالشيء هسه بالقوطيه. انا عندي جدر ثاني هماتين، وهاي عندي ملح تقريبا خشوقة كوب، وخلي حب هماتين حب الليمون. ما اخلي هواي لان انا خليت بالحشوة وخليت اخلي قليل، يعني خشوقة شاي صغيرة. بس اشوف انها تستوي اقدر افرغ من الصلصه مالتها واخليها تتهدى بعد. خليت على المي لو نفس لا نفس. اعطيني الزيت اليمة، اضيف عليها شوية زيت من فوق. تفضل. اخلي عليها ورقة نعناع حتى بالمدفور تعطي نكهة حلوة، ريحة حلوة. والمدفور هاي نعناع اضغطها هيك هالشكل هذا. اسجل الطبق مالتها وان شاء الله. اول بداية على نار عالية الى ان تفور مرة مرتين، تاخذ فورة فورتين، وبعدين اقلل النار عليها، تاخذ من ساعة وربع الى ساعة ونص. تجهز ان شاء الله وتكمل وتشوفونها. هاي دولمتنا خلصت. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع هذا الصحن.
اعطيني الشطر. هاي تمام. اوقفوا ما تشوفون هيك. يلا كم. هيك الصينية السليمة. هاي احسن. يا اسم الله. من جوا خلي ايدك بالجدر واقلب. هاي قصة ثانية. من جوا. ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا بسم الله. بسم الله. التصفيط ستار الله. تصفيطك هذا. اي اي والله. قلبه ما مرتاح. لا لا ان شاء الله خير وبركة تصفيطك. شيلي شيلي شيلي. عرفان؟ اي. هاي ها. هاي قومتنا واتمنى تجربونها بصحة وعافية على راح ياكلها.